السلام عليكم ومرحبا بكم في القصة تاع اليوم، قصة مسلسل المهاجر. قصة مليئة بالأحداث ومليئة بالأسرار. في ظاهرها تبدو قصة بسيطة، لكن في باطنها مليئة بالعبر. ما يميز العمل هو تبادل الأدوار بين الشخصيات، فليست هناك شخصية ثانوية بدون تأثير، بل أغلب الشخصيات كان لها قصة خاصة ومعاناة جعلت المشاهد يتفاعل معها. وربما هذا ما جعل المسلسل مختلفا عن الكثير من القصص المتشابهة. نسيم كنا نتوقع أنه يسافر ويحقق حلمه بسهولة، فهو من عائلة غنية ومستقرة، لكن تدور عليه الدائرة: عائلة مشتتة، سفر فاشل، معاناة منذ أول يوم حتى يصل الأمر به إلى محاولة القتل والهروب. وتنتهي قصته بالعودة إلى الجزائر بعد كل تلك الصدمات. الحلقة تاع اليوم ولا الحلقة 18 كانت حلقة محزنة، حلقة أليمة بالنسبة للمشاهد. بعد ما نسيم راح وكان يخمم يكون نفسه ويطور من حياته الاجتماعية، شفناه عاود رجع لنقطة الصفر. راح بالفيزا ورجع في بوطي. موت جميلة جاء في الوقت الغير منتظر، الوقت اللي كان لازم هي تعطيهم مفتاح الألغاز هو الوقت اللي ماتت فيه. وهنا راح تفتح باب من التساؤلات. موت جميلة قلب كامل الموازين وقلب كامل المسلسل والأحداث. حلقة بزاف حزينة، حلقة اللي بكاو فيها كامل الممثلين وبكاو كامل فيها الحضور، وحتى المشاهد تأثر بموت جميلة، وخاصة بعد عودة نسيم. وهنا نفهمو، هنا مكاش اللي ما تأثرش بهذا المشهد ولا ما بكاش مع نسيم. بعد غياب يرجع للدار، لكن بدل ما يلقى الحضن تاع الأم تاعه يلقى جنازتها قدامه. لحظة موجعة وصادمة، ومن أصعب اللحظات اللي يقدر يعيشها أي مغترب بعيد على عائلته وبلاده. المخرج هنا بغى يوصل رسالة قوية للشباب المغترب: العائلة قبل كل شيء. قبل ما تقرر تحرق وتبعد على ناسك ودارك وعائلتك، فكر مليح فيهم، لأنه بعض الغيابات ما تتعوضش، وبعض اللحظات اللي ضاعت ما ترجعش أبدا. كامل كنا نقارعوا لقاء نسيم مع آية لأول مرة، لكن الموقف اللي كان فيه نسنا كامل باللقاء تاعهم. آية الفتاة الطيبة المكافحة من أجل والدها، فقد بدأت قصتها بالأحزان. تركها نسيم يوم العقد، ثم الوفاة تاع الأب تاعها، وزادت عرفت باللي متبنينها. لكن مع مرور الأحداث تدور عليها الدنيا هي كذلك. تعود والدتها الحقيقية، يظهر خوها ويصبح ناجح ويساهم في نجاح محل الحلويات، وكأن الحياة بدأت تبتسم لها أخيرا، وربما تكون لها نهاية سعيدة مع رؤوف. المهم، مسلسل المهاجر جسد بزاف وقائع موجودة في الواقع تاعنا، في أرض الواقع. في هذاك المسلسل بزاف رسائل مشفرة، رسائل موجهة للشباب خاصة، لأن المسلسل أصلا يهدر على اسم ولا موضوع ولا عنوان: المهاجر. وشفنا وضع دريس بعد ما تعرف على الأم تاعه والحالة النفسية اللي وصل لها، لكن هذيك مرحلة وفقط. وضع آية ليس أحسن من وضع شقيقها دريس. صح، هي تربات وسط عائلة محمية مستورة، رباوها أحسن تربية وقراوها، وأمها خسرت عليها الدراهم ودعمتها إلى غاية قبل ظهور نجمة. لكن في نفس الوقت كانت تعاني أولا من غيرة أختها جنة، اللي جايبتها موراها بالمشاكل والفتنة بينها وبين أمهم، ولا من مشاكل سفيان طليق أختها اللي أصلا شاكة فيها وتكرهها وهي تخمم على مصلحتها، ومن معايير أختها قبل الجيران باللي ماهيش بنتهم وبدون عائلة. وزادت كملتها توتا اللي مجرد ما حست باللي ممكن تميل شوية لنجمة أمها، ولا قادر يجي نهار وتعرفها، عايرتها بتربيتها ليها وخدمتها عليها وكملتها كي قالتلها ما كيش بنتي. أما دريس عاش وحده وكبر وحده ورباه الشارع والوقت والظروف، واحد ما عنده مزية عليه ما يعايروه بها. غطلته برك ماضيه اللي مجرد ما تشهر جبدوا له التاريخ تاعه، وكملها معاه المنتج يحيى اللي باغي يجبد له الأصول والتاريخ تاعه غير باش يتحكم فيه بصح رغم ذلك ويسلك روحه. في الأخير خلوا لي رأيكم في التعليقات، ما تنساوش دعموا القناة، جام اشتراك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد.